المنتخب اللي ابهر جميع المشاهدين في كاس العالم الاخيره اللي كان في قطر، لا من ناحيه التركيبه البشريه تاعو، لا من ناحيه الاداء الفردي والجماعي ديال المنتخب ديالنا، لا كذلك لا من ناحيه كذلك التدبير ديال وليد الريراقي لجميع المباريات، ولولا ظلم التحكيم في المباراه ديال فرنسا لا كون حلمنا بكاس العالم. هذا بالنسبه لي انا. فالحظوظ فهي المنتخب المغربي فهو واحد من المرشحين باش يفوز بكاس افريقيا رغم الظروف اللي غادا تكون صعيبه. وكنظن بان اللاعبين ولا الطاقم التقني فهو واعي بهذه المساله هذه. انا اللي كنتمنى هذوك الاكراهات والجزئيات الصغيره اللي يمكن الفوتبول الافريقي يفاجئك بها، سواء من تنظيم، سواء من ارضيه الملاعب، سواء من طقس، سواء من اخطاء تحكيميه، ما تكونش ضدنا، او على الاقل نكونوا معها كما تنقولوا ماتش نيل. اذا كانت الامور بهذا الشكل بحالك فانا على يقين المنتخب المغربي غادي يمشي الى ابعد نقطه ولما لا الرجوع بكاس افريقيا. لا هذا شابيتر اخر، اما بونو ما عندي ما نقول ليه. بونو واحد ما كنشوف انه كيلعب كندعي معاه، الله يحفظه